كلنا بنعرف سورة الإخلاص وكلنا حافظينها. مين هو اللي مو حافظ قل هو الله أحد الله الصمد؟ سطرين بس، يمكن حتى المسيحية واليهود حافظينها. هاي السورة من أهم سور القرآن. ليش من أهم سور القرآن؟ لأنه فيها 5 إجابات على 5 أسئلة تتعلق بالإله اللي نعبده. 5 إجابات على 5 أسئلة. السؤال الأول: ما هو اسم الإله؟ ما هو اسم الإله؟ والإجابة عليه في أول السورة: قل هو الله. ثانيا: ما هي صفات هذا الإله؟ صفاته. والإجابة على هذا السؤال: قل هو الله أحد. كلمة أحد، المتميز في كل شيء، المتفوق في كل شيء، العليم منتهى العلم، الحكيم منتهى الحكمة، القوي منتهى القوة. قل هو الله أحد. السؤال الثالث: ما هي صفات الإله في ذاته؟ في ذاته. وأجاب على هذا السؤال بكلمة الصمد. الصمد. الصمد في اللغة تعني الشيء الغير مجوف، يعني بمعنى آخر الذي لا يأكل ولا يشرب، وكمان بمعنى آخر الذي لا يستمد طاقته من مصدر خارجي، بمعنى أنه هو مصدر الطاقة. الله الصمد. هذا السؤال يجيب على ما هو الإله في ذاته، بمعنى أنه هذا الإله هو مصدر الطاقة وليس بحاجة أنه يستمد طاقته من مصدر خارجي. السؤال الرابع: ما هو شكل حياة هذا الإله؟ ووصفها: الذي لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد، أي أنه لم يعقبه أحد ولم يعقب. هو موجود منذ الأزل، منذ الأزل، وليس بحاجة أن يتكاثر. ليس بحاجة أن يتكاثر لأنه استمراره رح يكون لأبد الدهر. السؤال الخامس: هل نافس أحد هذا الإله في ملكوته قبل خلق الكون؟ هل هناك أحد نافس هذا الإله؟ وتجيب هذه السورة أيضا: ولم يكن له كفوا أحد.